أعزائي المشاهدين، كل يوم على شاشة التلفزيون نشاهد نحن وأطفالنا معنا فوازير الأطفال، فوازير الصفات الحميدة التي يقدمها التلفزيون. ومن خلال الفوازير برز اسم الشاب الممثل جمعة هيكل، والذي يقدم كل يوم صفة من الصفات وهو موضوع الفوازير. وكما قلت لكم في الأسبوع الماضي والحلقة الماضية من برنامج مع الناس، أننا نسعى أن نقدم في كل حلقة موهبة من المواهب العمانية الشابة. طبعا وليس استضافتي للأخ جمعة على أساس أنه يعمل معي في نفس الفوازير، لا بالطبع، إنما في الكثير من المشاهدين يحبوا يتعرفوا عليك ويريدون يشوفونك، ويا ريت الحين تقدم نفسك للمشاهدين وتعرف نفسك. والله وأنا أكثر بصراحة، وهذه فرصة سعيدة جدا أني ألتقي بالسادة المشاهدين. أنا جمعة علي هيكل البلوشي، أبلغ من العمر 20 سنة. طبعا أعزب. يا هلا بك الأخ جمعة. فوازير الأطفال طبعا ليست أول عملك على شاشة التلفزيون، فليت تعرف لنا أعمالك السابقة، سواء التلفزيونية أو المسرحية أو الإذاعية. بدايتي كانت سنة 85 بمسرحية المهر، وهي من تأليف الأستاذ منصور مكاوي وإخراج أستاذنا محمد الشنفري. بعد ذلك عملت في الإذاعة مسلسل إذاعي عرض في رمضان الماضي، كان اسمه وحملها الإنسان، وهو من تأليف الأستاذ إبراهيم مصباح وإخراج الأخ جمع الخصيبي. بعد ذلك اشتغلت في التلفزيون ضمن سلسلة من الحياة، اشتركت في 4 سهرات كانت على التوالي: ورود وأشواك، الصرخة، راعي الجراج، والسهرة الأخيرة والله شوف برغم أنها آخر سهرة لكن مش فاكر اسمها بالضبط، عودة الغائب. عودة الغائب. بعد ذلك اشتغلت في مسرح الشباب، مسرحية المهر اللي قدمت أخيرا. بعدها مسلسل إذاعي الأقدار، وهو من تأليف الأخ خليفة الطائي وإخراج جمع الخصيبي. والسنة هذه اشتغلنا في فوازير الأطفال اللي تعرض حاليا. الأخ جمعة، كيف وجدت فرصة التلفزيون لك أنك تلتقي مع المشاهدين 30 يوم أيام رمضان المبارك؟ والله هي فرصة كبيرة أشكر عليها التلفزيون العماني، ولن أنساها أبدا، إنهم أتاحوا لي الفرصة إني أشتغل في فوازير الأطفال، خاصة وإنها هي تتكون من 30 حلقة. والاتصال تم طبعا باتصال المخرج معي، وخبرنا عن الشخصية، وقال لي إن الشخصية كذا، مواصفات كذا كذا كذا، وأعطاني النص، وشفت النص وشفت إنه الشخصية تلائمني، فوافقت على الفور. طبعا ليش الشخصية تلامك؟ هل سليمان عمره الحقيقة 20 سنة كما في الدور؟ هو يمكن على أساس كذا فعلا. أنا فعلا كان أفتكر يدورنا على شاب يكون عمره حوالي 17-19 سنة. أي بالضبط فعلا. أنت أكبر بسنة يعني. هو نفس السن تقريبا. إذن كيف وجدت الدور الذي قدم لك، وماذا أضفت من خبرتك للدور أنت؟ والله بصراحة فكرة الفوازير كانت جيدة، يعني أول ما عرضت علي، أول ما شفت أنه فعلا فكرة جيدة جدا، بحيث أنها تتضمن مشهد تمثيلي وأغنية بجانب تقديم القصة، يعني 3 مواد في الفزورة، وهذا أعتقد أنها يعني حاجة تكون أساس لنجاح العمل. وأيضا الشعر كان مكتوب بصراحة بطريقة جيدة. طبعا الأخت أو الأستاذة سعيدة بنت خاطر الفارسي كتبتها فعلا، يعني مثل ما يقولوا الأخوة المصريين على رواقة يعني. طيب بالنسبة للشعر، أنت طبعا ما كان لك دور في الشعر. لا بس هو شوف يعني
فعلا أنا يمكن حتى إذا ما لي صلة بالأغاني اللي قدمت ولا بالمادة الإذاعية، لكن أنا كممثل يجب أني أحس بجميع الأمور الموجودة هذه، على أساس أن أعرف أنا حتى أدائي أنا حتى مرتبط بالمواد الثانية اللي موجودة في الفزورة. عشان أنت تغني بعد؟ لا مو على أساس أغني. دورك في الغناء في مقدمة الفوازير وفي النهاية، في التتر النهائي. لا هو بصراحة ليعلم الأخوة المشاهدون أن هذا مش صوتي يعني، لأن أنا أساسا مش مطرب على أساس أني الاعتراف بالحق فضيلة. لا هذا يعمل به في جميع دول العالم يعني. مو شرط الممثل أنه يكون مثلا أنه يغني. طيب. وفي الحالة هذه دائما يستعينوا بمطربين أنهم يأدوا الأغاني هذه. أيوة صح. الأخ جمعة، في العام القادم إن شاء الله سوف تحرص أن تكون في الفوازير أم لا؟ والله هنا يتوقف بصراحة على فكرة الفوازير. يعني إذا كانت فعلا الفكرة تلائم شخصيتي أنا كجمعة هيكل، أو أحس أن أنا أستطيع أديها، فما في مانع، بالعكس يعني أنا أرحب بكل سرور. تسلم، إن شاء الله دائما نشوفك. الله يخليك. هل تقديم الفوازير يختلف نوعا عن أي عمل فني؟ طبعا. أو أم مشابه يعني، شلون يعني؟ لا هو ترى هو من ناحية التشابه موجود في التمثيل، إنه كله تمثيل يعني. تمثيل يعني ما يتطلب قدرة فنية معينة؟ لا طبعا يتطلب، في اختلاف آخر، بحيث إنه التعامل مع الأطفال غير لما تتعامل مع الكبار. هذا يعني لما تخاطب ابنك الصغير أو تخاطب أخوك الصغير غير لما تخاطب أبوك أو تخاطب عمك أو تخاطب خالك. طبعا الطفل له أسلوب مخاطبة معين، فلا شك إنه في فرق كبير جدا فنيا وحتى عمليا يعني. طيب كيف واجهت نفسك مع الأطفال وأنت تمثل معهم؟ والله أنا فعلا كنت سعيد جدا جدا جدا. الأطفال مثل ما هو معروف هم فلذات أكبادنا يعني، فمن منا لا يحب الطفل؟ كل واحد في داخله طفل. طبعا طبعا. الإنسان مهما كبر يحس إنه أحيانا يكون طفل. لا بصراحة كانت فترة تصوير الفوازير مع الأطفال أنا أعتبرها من أسعد فتراتي الفنية. أسعد فتراتك الفنية؟ نعم. من حيث التعامل. وإحنا قلنا التعامل. جمعة، هل تعتقد أنك نجحت في الفوازير جماهيريا وفنيا؟ والله جماهيريا هو طبعا أي إنسان يشاهد على شاشة التلفزيون أعتقد راح يكون مشهور يعني مرة واثنين وثلاثة وأربعة، لأنه مجرد يعني ظهورك أنت في التلفزيون، وبالذات بالنسبة للأطفال يعني أعتقد أنه، وبالذات هي فوازير الأطفال، طبعا الأطفال راح يحبوها، وأعتقد أنهم حبوها. هذا ما لمسته أنا فعلا من خلال خروجي، من خلال خروجك في السوق، في المسجد، في ايش ينادونك؟ سليمان يا بايع اللوحات يا ابن الربان خلفان. لكن فنيا أنا بصراحة ما أقدر أحكم، أنا ما أقدر أقول إن أنا نجحت فنيا، لأنه يعني إيش بقول لك، إذا قلت إن أنا نجحت فنيا فأعتبر نفسي إنه هذا نوع من الغرور يعني، لأنه في ناس تقيم العمل أكثر مني، ومن جوانب أنا يمكن ما أنظر لها أو أنا ما أشوفها، على اعتبار أن أنا في دائرة مغلقة بالنسبة كممثل يعني. رد دبلوماسي ها؟ لا دبلوماسي ولا دي. هذه الحقيقة. أعزائي المشاهدين، نشكر سليمان بائع اللوحات ابن الربان خلفان، ونشكر الممثل الشاب جمعة هيكل، ونتمنى لك المزيد من النجاح والتوفيق وإلى الأمام.